اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ بقى قلت اخدكم معايا يوم الجمعة وفطار الجمعة بتاعنا. انا دايما فطار الجمعة عندي مختلف لان طول الاسبوع كلنا مدارس. سندوتشات الصبح، الغدا اخر النهار. ما بنعرفش نقعد مع اولادنا غير يوم الجمعة. يوم الجمعة بابا ربنا يخليه يا رب بصراحة بيجيب لي الفطير، وانا بقى عندي العسل والجبنة الرومي والقشطة والعجوزة وبنفطر كلنا مع بعض. يلا بقى علشان اوريكم شكل الأوضة بتاعة عماد ابني عاملة ازاي. شفتوا يا جماعة؟ كل يوم انا عايشة مع عماد سوري كده يعني في المزبلة دي. استف في الحتة ديت يروح ينقل الحتة التانية. بهدلني اخر بهدلة الولد ده والله. قلت بقى ايه النهاردة؟ عندي اوردرات خفيفة اخش الأوضة ديت اخلصها، وحلفت كام يمين ان هو لو الحاجة اتغيرت عن اماكنها ما تعرفوش انا هعمل فيه ايه. وبصراحة كنت بقى ايه مصبنة وغسلة الهدوم ونشراها بالليل. قلت ايه اطلع كمان المها بالمرة. وكانت الولاد واكلين مانجا على ال- الركنة. كنت غاسلة برضو الفرش بتاع الركنة وفرش الترابيزة. ده طبعا انتوا شايفين الكرنب ده عندي يوميا. طبعا انا خلصت بقى الأوضة وطبقت الهدوم كلها وستفت له الأوضة ديت. المراية بتاعته انا بحب ان انا احط له عليها ملاية، علشان بصراحة ما بحبش ان دايما المراية تبقى متسابة من غير ملاية، وده لكلنا يعني. ده الافضل ان دايما اللي عنده مراية دايما يكون مغطيها الا وقت الاستعمال. انا برضو ستفت الهدوم بتاعته. وده كرسي الصالون كسره لجده وجده قاعد يزعق قدامه. ودي الصالة ستفتها بعد ما كانت منظرها يعني سوري كده الشارع كان انضف منها من ولادي. دخلنا بقى على المطبخ. شفتوا المطبخ؟ سوري بقى للي انتوا بتشوفوه ده بصراحة يعني لان مطبخي ده هو دايما كده. يا دوبك بيخلص امتى؟ بيخلص الساعة 12 بالليل، الساعة 1 بالليل ابدأ بقى ان انا انضفه واستفه والكلام ده كله. كانت حاجة العروسة طلعتها بقى ايه من الفريزر. بدأت أسيبها بره علشان تفك بقى براحتها. بط وحمام ولحمة مفرومة ولحمة كباب. قلت بقى على ما هي تفك براحتها أبدأ أنا بقى أعمل الغدا بتاعنا النهاردة. علشان بصوا أنا يوم الجمعة ده كان يوم طويل قوي 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 بالنسبة لي. قسمته لكم على فيديوهين، يعني انتوا هتشوفوا يوم الجمعة ده على فيديوهين بصراحة يعني. معلش انا عارفه ان انا مضايقاكم معايا. انا في الوقت ده كنت كلمت بتاع السمك اللي انا بتعامل معاه في شغلي وحاجتي، وكلمته وقلت له انا عايزه سمك مقلي كام. قلت له انا عايزه 7 شبرات وتوزنهم وتنضفهم وتبعتهم لي. وبالفعل عمله. على ما انا خلصت كل اللي ورايا ده كان هو نضفه وبعتهولي. بدأت بقى ان انا ايه اشطفه من وراه كده واغسله كويس وانقعه. بصوا بقى انا عارفه ان انا مصدعاكوا، بس اللي يوصل معايا لحد هنا ينزل بقى يدعي لي دعوه حلوه. كومنت حلو منكم، اي طلب تعوزوه مني ادعوا لعماد ابني ربنا يهديهولي يا رب، لان الولد ده فعلا انا مش عارفه اعمل معاه ايه. لايك بقى. اللي وصل لحد هنا ينزل يحط لايك يا بنات. آه خلاص انا كده عملت السمك اهوت. شطفته مره واتنين. هبدأ بقى ان انا احط ميه نظيفه واحط له دقيق وليمون وخل وطماطمايه واسيبه بقى كده ايه مع نفسه شويه على ما اعمل الدقه بتاعته. انا بعمل له دقه حلوه قوي قوي. بصوا هتعجبكم جدا جدا بجد، وبعد كده انا متاكده ان لو جربتوها مره هتعتمدوها على طول. انا بجيب الكبة بحط فيها كام فص توم كده محترمين وشبت وكزبرة وفلفل اخضر وطماطم. بضربهم بقى في الكبة كويس جدا مع البهارات والملح والكمون. يعني انا بحط البهارات ال7 بهارات وبحط اهو شفتوا بحط الكمون والكزبرة وال7 بهارات. انا بحب الكمون جدا جدا مع السمك، يعني هو السمك ما هو الا كمون بصراحة يعني. احط بقى البهارات واضربه في الكبة كويس جدا. في الوقت ده كنت انا سبت بقى السمك شوية وطلعت عملت شوية حاجات وشوية كرنب ومش عارفة ايه، حاجات كتير كده يعني انا بصوا انا جزأت الفيديو. حاجة العروسة الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتنزل لكم بإذن الله.
هتشوفوا التجهيزات والحاجة كلها لحد ما هتوصل لها. حطيت برضو ليمون وخل مع التتبيلة وكله ضربته في بعضه وحطيته في طبق بقى، وابدأ ان انا كنت غسلت السمك خلاص وسبته يصفي ميته في المصفى، وهبدأ بقى ان انا اجيب السمك واتبله بالتتبيلة واحطه في التلاجة ساعة نص ساعة تبع السمك اللي معاكي. لو السمك كبير ما شاء الله اقل حاجه حطيه ساعتين، تمام. لكن انا بصراحه بحب السمك الوسط، ما بحبش السمك الكبير يعني. انا وولادي ما بحبش السمك الكبير قوي، لا في الشوي ولا في القلي. تحسي كده ان هو يعني ايه، مهما تنشفي عليه برضو بيبقى طري. انا كده كنت خلاص تبلت. وانزلوا بقى حطوا لايك يا جماعة، واللي ما اشتركش يشترك، اللي عاجبه الفيديو واللي عاجبه القناة ينزل بقى يحط لايك ويشترك يا جماعة. ربنا يخليكم ليا، احلى عيلة في الدنيا كلها، ودعواتكم لولادي ربنا يهديهم يا رب ويخليهم لي ويبارك لي فيهم. عايزة اقول لكم ان انا كل يوم جمعة لو ورايا ايه بجيب لهم برضو السمك، علشان هم من عشاق السمك. انا عندي السمك يوم الجمعة ويوم كده في نص الاسبوع يعني. وان شاء الله باذن الله هنعمل كل انواع السمك مع بعض بكل انواع التتبيلات بتاعتها. انا بقيت التتبيله بصراحه استخسرت ان انا ارميها، حطيتها فوقهم زي ما انتم شايفين كده، وهبدا بقى احطه في التلاجة على ما اخلص كمان شويه حاجات من حاجه العروسه. انا بصراحه ما حبيتش ان انا ادوشكم بحاجه العروسه على كام مرحله، قلت اجيب لكم الفيديو مره واحده، تجهيزات وطبيخ وكله مره واحده. فقلت ايه، الفيديو لو عملته كان هيبقى طويل جدا، فقلت لا انا هجزأه على مرتين. ده كده انا كنت بنضف بقى الحوض. انا بحب انضف حوضي اول باول واغسل مواعيني اول باول، ده بصراحة بيخليني مرتاحة جدا جدا. كده بدأت اعمل الرز بقى. جبت الحلة وحطيت معاها معلقة سمنة ومعلقتين زيت، وحطيت البصلة مفرومة كويس جدا صغيرة، حطيت معاها البهارات بتاعتها والملح زي ما انتم متعودين معايا. دايما هاجي ان انا احمر بصلة بحط معاها البهارات بتاعتها. صدقوني لما تجربوها والله هتلاقوها حلوة جدا، واتمنى لو جربتوها وعجبتكم تقولولي في التعليقات. لما احمرت البصلة مش اتحرقت، احمرت مش اتحرقت، تمام. هي دايما الكاميرا على فكرة بتجيب الحاجة غامقة شوية عن طبيعتها. حطت لها كوبايه ميه غلت غلوه، حطيت الملح ظبطته، حطيت الرز وقلبته كويس، وكمل بقى طبيخه نفس الرز العادي. بالظبط يعني ما فيهوش اي حاجه، انا لا بحط عسل اسود ولا بحط اي حاجه خالص، وبيبقى الرز بني واحمر حلو قوي قوي بصراحه. جبت بقى دول 4 ليمونات، راح تعملي بيهم ايه يا مروه؟ راح اعمل عصير ليمون. كانت الليمونه وقعت مني على الارض فهوت اجيبها بقى واشطفها واروح اعمل عصير الليمون. عملت عصير الليمون وحطيته في الشفشق، صفيته وحطيته في الشفشق وسبته في جنب. وجبت الدقيق علشان ابدا احط السمك في تتبيله الدقيق. انا بحط مع الدقيق بتاع السمك بحط معاه معلقه نشا. الكيس اللي انتوا شايفينه ده تتبيله السمك. عندي اكياس انا ببقى عاملاها لتتبيله السمك لتتبيله الفراخ مش عارفه ايه، فتتبيله السمك بيبقى محطوط معاها معلقه نشا. هتبله واسيبه بقى قيمه 10 دقايق كمان في التلاجة. وبعدين كده اجيب اولع على الزيت في الطاسه. كان الرز خلاص بيتردد عندي وموطيه عليه. هبدأ بقى ان انا اقلي السمك الاول، احطه على نار عالية دقيقتين 3، وابدأ ان انا اهدي النار على السمك شوية عشان يتشفشف كده ويبقى ناشف وطعمه حلو. وبدأت برضو ان انا اعمل في الوقت ده، بدأت ان انا اعمل السلطة. والله بصوا يا جماعة انا خلاص اتعودت عن ايدي بتبقى في اكل ولادي وفي الاوردرات الحاجات من دي، فده بفضل ربنا الحمد لله يعني. ده كان السمك ما شاء الله. حطوا بقدونس على اي حاجة بتتقلى يا جماعة، والكلام ده انا قلته في الفيديو اللي فات. ودي السلطة وده عصير الليمون والبصل الاخضر حبيبي وده الرز. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوف وشكم على خير يا رب في الفيديو الجديد، وهتوحشوني جدا جدا جدا، والسلام عليكم.